السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ النهارده الفيديو هيكون عن النظافه والجمال والشياكه، فيلا بينا لايك على السريع وسبسكرايب للقناه لاول مره تشوفيني. معاكم جهاد قيشو ويلا بينا نبدا. الفيديو ده هيكون فيه 15 نقطه دليل البنت النظيفه، فعلشان كده انا النهارده مش هرشح اي برودكتس خالص، يعني مش هرشح اي منتجات ابدا ابدا. انت خدي الخطوات او خدي المعلومه وطبقيها باي منتجات هتكون موجوده عندك. اول واهم حاجه يا جماعه الشاور اليومي، خصوصا بقى ان احنا داخلين على الصيف. يعني ممكن مثلا في الشتاء كل يومين، يعني رغم ان انا بصراحه بحب قوي كل يوم، بس لو هنتغاضى يعني يبقى كل يومين. لكن في الصيف لو مش بتاخدي شاور بشكل يومي، يعني تاكدي بنسبه 100% مش 100% بس ان اكيد ريحتك مش احسن حاجه، علشان بس ما ناذيش غيرنا. لانه بجد بجد انا واحده من الناس اللي كنت بتاذى كتير قوي من روايح ناس معايا مثلا في شغل او كده، والواحد بيبقى مكسوف يقول لهم ايه. يعني الواحد بيبقى فعلا مش عارف يتكلم في الموضوع ده ازاي مع حد يكون بالشكل ده، لانه اكيد يعني هتبقى قله ذوق من الواحد. ولكن يعني انا معرفش مين هيشوف الفيديو، ولكن تاكدي بنسبه 100% لو مش بتاخدي شاور يوميا فانت اكيد ريحتك مش احسن حاجه خالص خالص خالص. جماعه احنا كده كده مناخيرنا بتاخد على ريحه البرفيوم اللي هو ريحته نظيفه، فما بالك بقى لما تكوني انت كشخص طول الوقت شامه نفسك، فاكيد مهما كان ريحتك عامله ازاي فانت نفسك مش بتبقي واخده بالك ان ريحتك مش احسن حاجه. فعلشان كده اكتر حاجه هتمنع فعلا انك يكون ريحتك مش نظيفه هو الشاور يوميا. تاني نقطه هتفرق جدا جدا في ريحه جسمك وكمان نظافته وكمان عدم تكوين الحبوب عليه، ان يكون الغسول بتاعك، او يعني احنا بنعمل غسلتين. يعني انا من الناس اللي بعمل غسلتين، واحده بغسول واحده تانية بشاور جل. اكيد طبعا عارفين نظام الدبل كلينزنج للبشره وكده، فانا كمان بعمله لجسمي. اول غسله بيكون بغسول فيه ساليسيليك اسيد، وشرحت لكم قبل كده على انواع غسول تكون مصريه فيها ساليسيليك اسيد. انا قلت لكم مش هرشح النهارده منتجات تماما، فانتي طبقي الحاجات دي بمنتجات تكون موجوده عندك او موجوده في الماركت المصري عموما. بس مهمه قوي قوي وبجد هيفرق معاكي وبجد هتدعي لي لما تغسلي جسمك بغسول فيه ساليسيليك اسيد. ويا سلام بقى لو تعملي ده تحديدا مع الاندر ارم، بجد هيفرق معاكي قوي. ثالث حاجه وهو ازاله الشعر الزايد من الجسم. اولا ده هيفرق جدا جدا في ريحتك، خصوصا من الاماكن اللي هي المنطقتين اللي هي بينمو البكتيريا على الشعر، فبالتالي بتعمل ريحه اصلا. فالمنطقتين دول كده كده يعني شرعا لا يجوز ان احنا نزود عن 40 يوم ان احنا ما نشيلش الشعر في المناطق دي. غير كده يا جماعه انه اصلا انت بنت، فبالتالي ثقتك بنفسك بتيجي من احساسك بانوثتك، فبالتالي اعملي شيفنج ابسط حاجه او اي وسيله ازاله شعر انت بتحبيها، ليزر او اي وسيله عموما. واهم حاجه انك انت لازم تشيلي الشعر الزايد من جسمك، لانه في اماكن معينه لما بتعدي وقت معين الريحه بتبقى بشعه. ورابع نقطه وهو سكراب الجسم اسبوعيا. بجد دي حاجه هتفرق قوي قوي في ملمس جلدك وكمان ريحته وكمان لونه، هتفرق معاكي قوي قوي. كمان الشعر الزايد اللي تحت الجسم مش هيبدا ان هو يتكون، وهيحل معاكي مشاكل جلد الوزه. هسيب لكم اللينك بتاع علاج جلد الوزه الروتين كامل هسيبه لكم هنا في الاي اللي هتظهر فوق او هنا. سكراب لجسمك مره في الاسبوع، مش بقول لك كتير، هي مره واحده بس كفايه. وطبعا يا جماعه احنا مش بنستعمل الليفه اللي هي النباتيه، لان دي اصلا بتكون مصدر للبكتيريا نفسها. احنا بنستعمل حاجه تكون قماش كده مثلا زي ده، في موجود منه على فكره رخيص جدا، مش لازم يكون بتاع سوباند جلوري. وكمان ممكن تستعمليه بالليفه المغربيه، يعني شوفي الحاجات المتاحه بالنسبه لك، بس اهم حاجه يكون مش قاسي قوي على الجلد، وفي نفس الوقت ما فيهوش اي فيزيكال سكراب خالص. وطبعا لو عايزه تعملي سكراب لجسمك بالسكرابز العاديه خالص اللي هي موجوده برده متوفره في الماركت، اهم حاجه ان هي الحبيبات اللي فيها تكون ناعمه وما يكونش فيها سكر، تكون حبيبات مخصصه للسكراب، ما يكونش سكراب سكر. والحاجات اللي احنا بنقعد نعملها في البيت دي ما تنفعش ابدا لان هي هتاذي السكين بارير بتاعك، مش هتفيده. وخامس حاجه ان احنا نرطب جسمنا كويس جدا جدا على جسم مندي. بس اهم حاجه يا جماعه الظهر ان احنا ننشفه كويس قوي، خصوصا ان احنا داخلين على الصيف، فعلشان نتجنب بقى ظهور التينيا والحاجات اللي بتيجي من الميه. يعني هي مش بتيجي مثلا من عدم نظافه او كده، لا هي بتيجي من كتر مثلا احنا اخدنا الشاور كتير فبالتالي ما نشفناش كويس. لكن فمهم قوي الظهر يتنشف كويس قوي يا جماعه. لكن الايدين بقى والرجلين وكده يترطبوا على جسم يكون مندي. مش معناه ان هو غرقان في الميه، ولكن عليه شويه يعني يا دوب قرب ينشف كده، بنحط عليه المرطب علشان يحبس الترطيب جوه الجسم. بس مهم قوي الترطيب يوميا، علشان هو من اكتر الحاجات اللي بتساعدك على تفتيح جسمك اصلا هو الترطيب. وسادس حاجه اكيد طبعا ما ينفعش ابدا ان احنا نستغنى عن الديودرنت بتاعنا مهما كان اصلا صيف او شتاء، ولكن في الصيف ده اساسي يا جماعه. وشوفي بقى على حسب احتياج جسمك. لو انت مثلا جسمك مش بيعرق قوي بس يا دوب عايزه تبقي حاسه ان انت واثقه في نفسك وريحتك نظيفه، ممكن تجيبي ديودرنت يكون ضعيف شويه، يكون بس ديودرنت مش يكون مضاد للتعرق. لكن لو انت بتعرقي جامد قوي فهتحتاجي ديودرنت يكون فيه ألمنيوم علشان يكون مضاد للتعرق. ورقم 7 علشان ريحتك تكون حلوه مهم
مهم قوي قوي ان انت تحطي لوشن يكون فيه ريحه بس على اماكن النبض بس. يعني خلي دايما لما بتكوني مثلا عايزه تدهني جسمك كله لا يكون بمرطب يكون نوعا ما فيهوش عطور قوي. لكن لو انت بقى عايزه مهووسه بالريحه شويه زي كده، انا من الناس اللي بتحب الروايح جدا جدا، فممكن تحطي البادي لوشن اللي فيه ريحه على الاماكن بتاعه النبض بس، مثلا يكون مثلا ورا الركبتين كده، او الاماكن اللي هي هنا دي كده، او ورا الودنين. ده مهم جدا، دي من الاماكن اللي بتوزع البرفيوم لباقي اجزاء الجسم، فممكن تحطي عليها بادي لوشن او بادي كريم يكون فيه برفيوم. للاسف لحد اللحظه دي انا ما استكشفتش بادي لوشن او بادي كريم يكون من منتجات مصريه يكون البرفيوم اللي فيه قوي لدرجه ان انا استعمله كسوليد برفيوم. فيعني انا في رحلتي الاستكشافيه ولسه هدور، بس انا قلت لكم ان انا في الفيديو ده مش برشح منتجات خالص، انا بديكم شويه نصايح عامه، ولكن المنتجات انتوا ممكن تستعملوا اي منتجات، طبقي المعلومه باي منتجات تكون متوفره عندك. انا ده اساسا عندي من زمان جدا من قبل المقاطعه لدرجه ان هو باظ اصلا. وتامن حاجه تقريبا بعد ما نحط البادي لوشن على اماكن النبض بنحط عليه برفيوم او بادي سبلاش. شوفي بقى انت يعني مثلا لو انت خارجه ممكن تحطي برفيوم، لو انت مثلا قاعده في البيت ممكن تحطي بادي سبلاش عشان ما يخنقكيش، لان انا بصراحه بحس ان البرفيوم في البيت بيكون خنقه قوي، لكن بره بيكون مع الهواء كده فمش بتبقي حاسه بيه قوي يعني. لكن البادي سبلاش بيكون خفيف كفايه ان احنا نقدر نحطه في البيت واحنا قاعدين، بس اهم حاجه ان هو يتحط على اماكن النبض. وتامن حاجه يا جماعه انه علشان تاخدي احسن استفاده من البرفيوم بتاعك او البادي سبلاش حطيه على جسمك مش على الهدوم. ممكن طبعا تحطيه على الهدوم عادي جدا جدا، اهم حاجه تكوني متاكده ان هو مش هيبقع، لان في بعض البرفيومز اوريجينال عادي جدا ولكن هي بتبقع علشان هي مثلا فيها صبغه معينه، خصوصا بقى لو انت هترشيه على حاجه بيضه او كده ابعدي شويه علشان ما يبقعلكيش هدومك، علشان بس يجي عليكي الرذاذ بتاع البرفيوم، ما يجيش عليكي الزيت اللي موجود في البرفيوم نفسه على الجسم، ريحته بتنتشر اكتر، بيكون ريحه جسمك انت كأن الريحه طالعه منك مش طالعه من هدومك، كأنك انت مصدر الريحه، وان جسمك اصلا هو اللي بيطلع الريحه الحلوه دي، مش بتكون حاجه انت حطاها عليه. وطبعا حاولي تحطي لو انت هتعملي مثلا ليرنج ما بين برفيوم وبادي لوشن في ريحه، حاولي يكون ان هما بيكملوا بعض، ما يكونش حاجات متنافره عن بعض علشان ما يعملش ريحه مش لطيفه. ورقم 10 من اكتر الحاجات اللي بتميز البنات هي ضوافرها، فاهم حاجه اهم من لون ضوافرك وان هي تكون طويله، ان هي تكون نظيفه. واوعي ابدا تكوني مثلا حاطه مانيكير وبدا ان هو يقشر وما تشيليهوش. لو عندك مثلا ضفر اتكسر حاولي تخلي التانيين قريبين منه، ما يبقاش واحد طويل واحد قصير واحد طويل واحد. يعني انا مثلا قبل العيد تقريبا عندي كذا واحد اتكسر مني، فقصرت ضوافري كلها بحيث انه كلهم يكونوا قصيرين، ما يبقاش واحد طويل واحد قصير. خدوا بالكم ان بجد في ناس كتير قوي بتركز مع ضوافر البنت، ليها معنى انثوي حلو جدا جدا. رقم 11 ودي كارثه وباخد بالي ان البنات كتير قوي مش بتاخد بالها منها، هي البندانه او الطرحه بتاعتك بيكون ريحتها وحشه جدا جدا. دي طبعا احنا كبنات بناخد بالنا منها لما نيجي مثلا نسلم على بعض او نبوس بعض وكده. خدي بالك ان البندانه بتاعتك لازم تتغسل بشكل مستمر. يعني مثلا انا بحب قوي احط بندانه سودا، فعشان كده عندي كذا بندانه سودا بحيث ان انا مبقاش مثلا لو انا مش عارفه اغسل البندانه بسرعه فلازم تكون عندي كذا بندانه يكونوا واحده مغسوله واحده مش مغسوله كده، يعني فاهمين. لو مش عندك كذا واحده اهم حاجه انك تغسليها بشكل مستمر. يعني مثلا لو انت بتخرجي كل يوم فكل 3 ايام كده اغسليها، هي مش هتاخد منك اصلا وقت طويل. وطبعا الطرحه بتاعتك برده لازم تكون مغسوله ونظيفه، لان هي بتلم زيوت من على شعرك وبتلم التراب من بره وبتلم عرق كمان، فكل ده هيعمل ريحه وحشه قوي قوي. فبرده مهم جدا جدا ناخد بالنا من ريحه البندانه او نظافتها تحديدا، مش بس ريحتها. لانه يا جماعه انا واحده من الناس اللي بحط برفيوم على الطرحه بتاعتي، مش معنى ان انا بحط برفيوم ان هي هتلغي الريحه الوحشه. الريحه الوحشه مش بتتلغي غير ان هي تتغسل او ان احنا ناخد شاور. فمفيش حد مثلا يتخيل ان هو لما يحط برفيوم على جسمه وهو عرقان ان وهو عرقان من غير شاور. يعني لو انت عرقانه على الشاور على فكره ريحه جسمك هتبقى عاديه جدا. بالعكس انا اصلا علشان زي ما بقول لكم ان انا بحط اصلا البرفيوم على جسمي من جوه مش على الهدوم، فانا بعرق اصلا برفيوم. فاكرين الفيديو قبل كده قلت لكم ازاي تعرقي برفيوم؟ بجد انا اصلا قعدت فتره طويله جدا ما بستعملش ديودرنت خالص، وبجد ريحه العرق بتاعتي كانت بتكون برفيوم بسبب الحركه دي، ان انا بحط البرفيوم على جسمي. فبالتالي انا لما بعرق برفيوم، ريحه عرقي بتكون ريحتها برفيوم، خصوصا ان انا كده واخده شاور كل يوم، باخد شاور وبحط الحاجات دي كلها، فبالتالي ريحه العرق بتكون جميله. فالريحه الحلوه لو رشتيها على مكان مش نظيف مش هتلغي الريحه اللي مش نظيفه، لا هي هتندمج معاها وهتعمل ريحه افظع منها اساسا. ورقم 12 ان احنا نغسل شعرنا وفروه راسنا كويس قوي، خصوصا ان احنا داخلين على الصيف، وفي بنات بتكون فروه راسها دهنيه بتعمل قشره او بتكون دهون او افرازات دهنيه بسرعه. فمهم قوي يا بنات ان احنا نغسل فروه راسنا كويس قوي، وكمان نهتم ان شعرنا برده يكون فريش ونظيف طول الوقت. في حركه انا بعملها بدل ما اجيب مثلا هير برفيوم، ممكن
احط الطرحه بتاعتي وارش عليها برفيوم، فبالتالي اصلا كده كده البرفيوم بينزل على شعري نفسه، فبجد ريحه شعري بتكون حلوه جدا جدا تلقائي كده من نفسها. رقم 13 ودي بجد حاجه هترجعوا تشكروني عليها انا متاكده، انك تحطي على المؤخره بتاعتك تحطي عليها كريم فيه يوريا. بجد يا جماعه دي حاجه سحريه سحريه للنعومه وكمان التفتيح. يعني عارفين ساعات بيكون في اثار حبوب كده، دي ممكن تعالجيها انك تحطي كريم يكون فيه يوريا، ده هيفرق معاكي جدا في النعومه والملمس وكمان اثار الحبوب، بجد هيفرق معاكي قوي قوي. رقم 14 مايسلر ووتر وكوتون بادز، وامسحي ورا ودنك وامسحي ودنك كمان نفسها وامسحي رقبتك وشوفي الحاجات اللي هتطلع معاكي في القطنه. ده لو انت طبعا مش بتعملي الحكايه دي باستمرار، لكن لو بتعملي كده كده باستمرار فانت مش هتلاقي حاجه، ولكن ركزي دايما انك تعملي الحركه دي. ورقم 15 والاخيره وهو السره يا جماعه، من اكتر الحاجات برضو اللي بتلم او بتعمل ريحه مش لطيفه خالص، فعلشان كده برضو ركزوا ان انتوا تمسحيوها كويس قوي. زي ما قلت لكم ممكن تمسحوها بنفس الطريقه مايسلر ووتر وكوتون بادز، وبجد هيفرق معاكم جدا جدا الموضوع ده. بس كده ده كان دليل البنت النظيفه. لو عندكم برضو اي اضافات او اي كده تبس او اي افكار خبيثه كده في النص اكتبوها لي في الكومنتس عشان نفيد بعضنا. وبس كده، يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وانتوا بتشوفوا الفيديو ده، وان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو تاني قريب. شكرا ليكم، مع السلامه.